المحاولة الانقلابية اللي سعوا أن يقوموا بها في 20 أغسطس 66 اعتقل 200 ضابط درزي، وسليم حطوم هرب للأردن وبعدين رجع وتعرض للتعذيب وكده، وطلعت الطائرات فوق السويداء. نعم. وهدد حافظ الأسد بضرب المنطقة فهرب وقتها. وقعت هزيمة العام 1967 وكنت لازلت في السجن. كنت في السجن. هل توقعتم الهزيمة؟ يا سيدي نحن ب 31 أيار رفعنا مذكرة من السجن عسكريين ومدنيين بأنه نحن نطلب الإفراج عنا للمشاركة فقط في صد العدوان، ونأمل أن تنتصروا في هذه المعركة، وفي حينها رجعونا نحن للسجون والمعتقلات. ردوا اجا واحد قال بيقولوا لكم انه نحن منتصرين فيكم وبلاكم، يعني ان طلعتوا وبقيتوا جوا نحن منتصرين. هذا البلاغ. لكن مع الاسف الشديد تبين انه ما بيعرفوا وين موجوده غرفه العمليات. هن جايين يفتشوا عن غرفه العمليات، ظنينا نحن جايين يفرجوا عننا. دخلوا وطلعوا ظنينا طبعا يعني هلا بدهم يفرجوا علينا، واستبين انه عم يبحثوا عن غرفه العمليات. يعني هم بقى لهم وزير دفاع ورئيس اركان والى اخره ما زاروا غرفه العمليات. يعني من ساعه ما عملوا الانقلاب وهم لا يعرفوا اين غرفه العمليات؟ ما بيعرفوا غرفه العمليات لحد هزيمه 67. ضابط يا سيدي قال لي نحن ظانين جايين يفرجوا عننا استنادا للمذكره اللي رفعناها، واذ تبين انه جايين عم يسالوا عن غرفه العمليات. قيل لهم انه غرفة العمليات موجودة بمدرسة الشرطة. ظنوا مدرسة الشرطة العسكرية، وهذا طبيعي لانه هن عسكر. اجوا على مدرسة الشرطة العسكرية اللي كان فيها سجن القابوني اللي نحن كنا مسجونين فيه، قالوا لهم لا، بمدرسة الشرطة المدنية وليس بمدرسة الشرطة العسكرية. فطلعوا وما مروا علينا وراحوا لمدرسة الشرطة المدنية. تقييمك ايه الهزيمة؟ والبيان اللي نزلوه القيادة في ذلك الحين ب 31 ايار بنم على انه شمتانين بعبد الناصر وخلي يندبع عبد الناصر. وهي امتى؟ الساعة 1 بعد ظهر الخامس من حزيران جايين يفتشوا عن غرفة العمل. مع ان قيل ان سوريا قدمت طعما لعبد الناصر عشان عبد الناصر يقع في عملية 67. تحليلك ايه لهزيمة 67 ومن المسؤول عنها؟ لا سيما وان هضبة الجولان كما يقال من اصعب المواقع الاستراتيجية العسكرية في العالم التي يمكن ان تسقط في اي معركة. نعم يا سيدي، بالنسبة لسوريا تبين انه التسريحات الكبيرة جدا اللي انتم واللي شملت واللي بدأنا فيها نحن، واللي شملت ألوف من الضباط واستبدلوا بآخرين ما لهم علاقة بالجيش، يعني ضباط احتياط أو معلمين مدارس أو من أبناء الطائفة اللي معهم شهادة كفاءة أو ثانوية أو كذا، فجابوهم للجيش وحكموهم في رقاب العسكريين المحترفين. وبالتالي الضابط المحترف غير البعثي غير المسيس بقي بالجيش، لكن بأمرة من هو أقل منه رتبة، وبالتالي ما بيقدر هو يتخذ قرار. اللي بيتخذ القرار هو ممثل القيادة الطائفية. فلذلك وقت اللي نشبت الحرب، أولا القيادة ما بدها تشارك، بدها ينضرب عبد الناصر، يعني بالنشرة اللي أشرت إليها هن بدهم ينضرب عبد الناصر، هذا ولا. لكن وقت اللي يعني صار لابد من المشاركة بشكل أو بآخر أمام الشعب أمام العرب وإلى آخره، دخلوا بالموضوع لا أكثر ولا أقل. ولكن ما كان بدور بخلدهم أنه بهالسرعة بده ينهزم جيشهم وإسرائيل تحتل الجولان، لأنه كانوا مطمئنين. إسرائيل مطمئنتهم بأنه نحن لن نتحرش بسوريا إذا سوريا ما تدخلت بالمعركة. لكن بعد ما أنهت إسرائيل موضوع مصر خلال ساعات معينة التفتت لسوريا. السوريين هربوا بدون ما يقرروا. السورية لا، هرب كيفي بقرار من القيادة انه كل واحد يدبر حاله. فأحمد المير هذا إسماعيلي اللي كان هو قائد الجبهة، هذا معروف، طلع نشرات او شغلات انه احمد المير والهرب على الحمير، يعني لانه اخذ حمار من حمير احدى القرى وهرب على ظهر حمار، يعني القائد الجبهة زي ما اصدرت قائد الجبهة المستشار عبد الحكيم عامر اصدر قرار قائد الجيش بان الناس تنسحب انسحابا كيفيا. السوريين انسحبوا بدون ما يطلقوا. صح. طبعا بقي بعض الابطال على الجبهة يقاتلون بدون شك. هذول يعني اللي عصوا الاوامر اصلا حوسبوا، في منهم حوسب لعصيانه الأوامر أنه ما انسحب. وكما قيل أن الذين هربوا وهزموا تم ترقيتهم بعد ذلك.
خرجت. والأكتع، طبيب الأكتع كان رئيس قسم إن لم يكن رئيس للجامعة في حلب. كان وزير صحة، واتصل بحافظ الأسد قال له يا أبو سليمان أنا بمستشفى من مستشفيات القنيطرة وكنت عم بتجول في المدينة، ما في جندي إسرائيل، ما في حدا. قال له بعيد كل كذا. شايف وقت اللي اجى للشام يحتاج مجلس الوزراء صفعه انه انت شو علاقتك بالموضوع؟ يعني اعلن عن سقوط القنيطرة باتفاقية تمت بين باريس ومدريد والى اخره، وبوساطات مختلفة انه اعلنوا عن سقوط القنيطرة والا الجيش الاسرائيلي يحتل دمشق. وهربوا من دمشق، حتى هربوا الذهب الغطاء للعملة السورية من البنك المركزي، شالوه هربوه. يعني توقعوا انه خلص اسرائيل لن تقف. ونحن وقت طلعنا من السجن يعني ما في البلد شاغره، والجيش وصل للقطيفه، يعني في جنوب دمشق، عفوا في شمال دمشق في 50 كيلومتر الجيش وصل، ما عاد في عسكري. وهي بالمناسبه وقت اجى بدر جمعه وسليم حاطوم دخلوا من الاردن. نعم. على اساس قال انه بدهم يساعدوا بشكل ما، راحوا على الشرطه العسكريه قالوا يا اخي هربوا لانه ما بقي حدا. فاتصلوا في امين الحافظ بالتليفون من بيت منصور الاطرش، قالوا له سيدي البلد فارغه فخلينا نقوم بعمل ما نحمي البلد. فمع الاسف الشديد بعث له مرته زوجته على بيت منصور الاطرش تقول له نهربوا لانه التليفونات مراقبه. فهربوا الجماعه وين؟ باتجاه جبل العرب على اساس يحتموا بالدروز لانه سليم درزي. فاعتقلون على الطريق وحاكمون محاكمة سورية، ومصطفى هذا طلاس هو اللي نفذ فيهم حكم الإعدام. مع العلم كانوا مختطفين في بيت حماه بيت الجابري في حلب. خرجت من السجن في 10 يونيو 67 بعد الهزيمة، كما خرج أمين الحافظ بات ليلة واحدة وطلعوه على لبنان. أنت ذهبت إلى حلب، كيف كانت إقامتك في حلب بعد خروجك؟ يعني وصلت لحلب في الحقيقة يعني الناس مو شرط يكون حبا فيه، لكن نكاية بالنظام وبعد الهزيمة النكراء وإلى آخره استقبلوني استقبال يعني حافل والمنقطع النظير. عندما حست أجهزة المخابرات بعد ما اطمأنوا على أنه خلاص إسرائيل احتلت القنيطرة والاتفاقية يعني فعلا عمل بها ولن تستمر، صاروا يرجعوا بقى الجماعة لأماكنهم في دمشق.